الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بخير. مرحبا بكم. نحن في زيارة بغرض المعايدة لمنزل الأستاذ الشيخ علي عثمان محمد طه، النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية والقيادي والرمز الإسلامي المعروف. هذه الزيارة تقع كما قلت بغرض المعايدة ولإدارة حوار يقع في دائرة الخاص. مرحبا بكم. كل عام وأنتم بخير. تفضلوا معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة كل عام الله. وأنتم بخير. وانت بخير. إن شاء الله بخير. كيف الأحوال؟ مساكم بخير. كيف كيف الأحوال؟ يا مرحبا بكم. طبعا نحن من جينا خدنا مشوار، في الشباب كانوا بيسألوا بيقولوا والله يا أخي شيخ علي ما نختار الحتة البعيدة دي. ده كان أول سؤال، يعني ما هو يعني الدافع لهذه السكنة البعيدة؟ بعدين نتكلم عن شكل السكنة. أولا مرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير. وهذه الزيارة يعني في أخريات رمضان المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد على الأمة وعلى المسلمين جميعا بالخير والبركات. ومرحبا بكم في داركم. السكنة بعيدة من قلب الخرطوم صحيح، لكن قريبة لقلبنا. لأنه الإنسان لما يعني هذه أول مرة أنا أسكن في دار تخصني، يعني أمتلكها. أنا في وقت من الأوقات سكنت في منازل إما بالإيجار أو منازل حكومية أو منزل يعني هيئ لي بواسطة بعض الإخوة الكرام، ولكن هذه أول سكنة أسكنها من حر مالي، فدي لها وقع خاص. الأمر الثاني هي أنا أحب السكن البستاني، لأنه المساحة أتاحت لي فرصة أن أحقق بعض ما رجوته في مجال السكن المريح الواسع والبسيط في نفس الوقت. ويمكن كثير من الإخوان والمشاهدين والمتابعين بيذكروا أنه طلعت ما يشبه الموضة عن حكاية السكن البستاني، واللي هي بتشبه السودان. وليس بالضرورة أن يكون في مساحة كبيرة مثل هذه. زمان كان الناس لأنهم جايين من، وأنا أتكلم عن معظم أهل السودان اللي سكنوا في مناطق الزراعة وعلى النيل بصفة خاصة، كانوا بيهتموا بقصة الزراعة دي. يعني الإنسان لا بد أن يكون عنده شيء من الخضرة والزراعة في داره مهما كانت مساحتها صغيرة. يعني أنا أذكر إحنا باعتبار البيئة اللي جاي منها من الشمالية ومن الكرفاب، البيوت صغيرة. في الأول كانت البيوت على النيل لغاية الفيضان الشهير بتاع سنة 46. الناس عبارة عن غرف صغيرة ولكن في فضاء من الخضرة والحدائق، من النخيل، المانجو، الليمون، كذا، والزراعات البسيطة الموجودة. دي انتقلت مع الناس في وهم بيجوا للخرطوم للمدينة. طبعا المدينة تحكمت في الناس، ما كانت تديهم فرصة أن يحققوا مرادهم. لكن لما بدأوا يكونوا حتى البيوت الصغيرة اللي وزعوها للناس في الخطط الإسكان الشعبي والإسكان بتاع الطبقات محدودة الدخل، أنا أذكر أن والدي عليه الرحمة كان يهتم جدا بمسألة الخضرة في البيت. فأول ما بدأ بزراعة النخيل، ثم الليمون، ثم كان دائما يقول لك زول الشمالية لازم تلقى في حوشه مهما كان صغير شجرة ليمون أو جوافة وشجرة نخيل، كأنها رمز وتذكار للماضي. فأنا يعني والأمر الثاني أنه أنا نشأت في وتربيت في فضاء بتاع خضرة واسعة. كثير من الناس ربما لا يعلم أنني نشأت في حدائق الحيوان في الخرطوم. حتى كان الناس يسخروا، كان عندنا أستاذنا يقول لي أنت ساكن فيها تقفص عشان لما أجي أديك عشان أجيب لك معايا فول وبلح. فكانت حدائق الحيوان الشهيرة حدائق الخرطوم للحيوان كانت من أشهر حدائق الحيوان في أفريقيا والشرق الأوسط، وكان فيها منازل لرؤساء العمال زي 4 منازل. فكنا نسكن في إحداهن باعتبار الوالد عليه الرحمة كان واحد من المسؤولين. وبالمناسبة دي يعني الراج في
أجهزة التواصل الاجتماعي بتاعت الواتساب من فترة صورة لأحد رؤساء العاملين في حدائق الحيوان وهو يصافح الرئيس تيتو رئيس يوغوسلافيا الأسبق، وتداولها الناس في المواقع باعتبار أنه ده والدي عليه الرحمة. صحيح أن والدي كان زميل لهذا الرجل وبيلبس نفس الزي اللي ظهر في الصورة باعتبار رؤساء العمال، وكانوا ينتدبوا أحيانا يعني كمبعوثين، لأنه حدائق الحيوانات وقتها كانت مزارة وقبلة لأي رئيس ولأي مسؤول كبير يزور السودان، لابد أن يزور حدائق الحيوان، وكان فيها تشكيلة واسعة، فكان يتم إهداء من رئيس الدولة لتيتو لملوك العرب، رؤساء أفريقيا، امبراطور هيلا سلاسي، ودول كلهم شفناهم واحنا صغار، ونشأنا في مجال الحديقة ومجال الخضرة، ولذلك كأنه عودتي الآن إلى السكن البستاني هي خلط من كل هذا. يعني بعد اعتبرها يعني هروب الى العزله، يعني مساحه للتامل، رغبه في التامل، رغبه في الابتعاد من الضجيج، ضجيج السياسه وضجيج الخرطوم. يعني لو دار جد ده جزء من الحقيقه، انه يعني الانسان بيحتاج لفتره، يعني زي ما يقولوا ما الناس هسه بيقول لك فلان دارين نغير جو، نغير منظر، نغير كده، فانت بتحتاج فعلا في كل مرحله من مراحل الحياه وكذا ان يكون عندك بمثل ما تغير ملابسك او عاداتك، بعض عاداتك، بعض كذا، ان تغير في المواقع اللي تسكن فيها، لانه يعني ثبت انه البيئه وحيث يسكن الانسان مساله لها علاقه كبيره جدا على استقراره النفسي، على طرائق تفكيره واتخاذه لقراراته الشخصيه يعني. طيب علاقتك بالزراعه، نحن شايفين في حاجات كثيره مزروعه هنا، هل هي جزء بس بدل هوايه ولا برضه بقت مصدر دخل؟ زارع شنو؟ كده ورنا عرفنا على الزراعه. كما ترون هي المزرعه دي هي مزرعه صغيره مساحتها 7 فدان، وانا يعني ولها قصه، ولكن على كل حال انا اهتممت فيها بابراز بزراعه النخيل، باعتبار انه النخيل ده يعني زي ما قلنا هو رمز لحياه كثيره، يعني في وجدان الانسان وفي وجدانه الديني ووجدانه الاجتماعي باعتبار البيئه اللي جينا منها، وفيه عدد من الموالح ومانجو والليمون والجريب فروت. أنا أحب أخلي أحفادي وبعض الناس ليس من باب أنها هي ليست فيها دخل، بل بالعكس يعني أنا بصرف عليها، وحتى يعني أحيانا بداعب أفراد الأسرة وأقول لهم والله أنا ما أصرف على هذه المزرعه كانني استاجرها، يعني زي زول ما اجر لبيت، لان هي رغم انها حقتي لكن بصرف عليها اكثر من انها بتديني دخل وكده. ويعني حاولت ان اثبت في هذا، ولعلي تاثرت ببعض ما قراته في عن سيره الخرطوم القديمه في ايام الاتراك، الحكم التركي، وايام ايام الانجليز الاولى، في وصف الخرطوم. طبعا كتبت كتابات كثيره في هذا، لكن من بين الكتب اللي اشارت الى انه الخرطوم كان فيها مجموعات من الحدائق التي تزين خاصه بيوت الكبار ايام ذيك، الاداريين الاتراك والحكام الحكمداريات والتجار من الارمن واليونان والاخرين وسراة المدينه، انه الحدائق دي كانت توصل بانه فيها الرمان، فيها العنب، فيها البرتقال، فيها المانجو، فيها كذا، فكنت اندهش، ولذلك حاولت ان اجعل من بعض سكني في هذه المزرعه شيئا من التجريب لاستكناء هذه الحقيقه. واثبتت التجربه نجاح. النجاح والله. طبعا يعني الناس بيفتكروا انه الزراعه دايره صبر يا شيخ علي. دايره صبر شديد. دايره صبر وصبر شديد. دايره دفع زي ما قلت برضه يدفعوا عليها، لكن في النهايه تدي نتيجه. وطبعا الصبر ده ما هو اصله بضاعه مشتركه، اي زول في ترتيب حياته الخاصه يحتاج الى كثير من الصبر. لو مرق لبرا وداير يشارك الناس في تنظيم حياته العامه لابد مزيد من الصبر. زول بيشتغل بالعمل العام، بيشتغل بترتيب حياه الناس او حياته الخاصه، لابد له من. اما الزراعه فهي مفتاح الصبر
توكل فيها توكل كبير. طبعا فيها القصة المشهورة بتاعت جن سيدنا سليمان، لأنه كانوا يعني بينفذوا أوامره على في لمحة البصر أو أقرب. فجاء واحد الناس مرة وقال له يا أخي الجن ديل لو داير تصرفه من وشك قول لهم امشوا ازرعوا. فقال سيدنا سليمان طلب منهم ان يذهبوا للزراعه ولم يعودوا حتى تسجيل هذه الحلقه، ما معروف. طيب يعني في المسار نفسه المتصل بالسكن والرغبة في التأمل، الناس قالوا برضو اختيار الشيخ علي للعمل الطوعي من بعد العمل التنفيذي ربما هو برضو متسق لشعوره بأنه هنالك فراغ في هذه المنطقة بالذات لم تقم به الدولة وربما تقاصرت عنه جهود المجتمع بدرجة ما. هل صحيح هذا التفسير لاتجاهك لهذا العمل؟ وهل يعني انسحاب بالكلية من العمل السياسي؟ إذا عرفنا السياسة بأنها هي السعي للنفع العام وخدمة الناس ويعني تحقيق مستواهم وسد حاجياتهم، فالسياسة تصبح عندئذ أبواب واسعة ولا تقتصر على صورة واحدة هي صورة السياسة بمعنى المنافسة الحزبية والبرلمان والمناصب التنفيذية والرسمية في الدولة. السياسة تتسع لكل مجالات النفع العام، وبالتالي ولو يعني اتفقوا الناس على هذا التفسير لارتاحوا الناس، لأنه الناس كثيرا ما يقول لك السودانيين كلهم 35 ولا اي ما كان الرقم ولا 40 مليون سياسي. انا افتكر السياسه ليس بمعنى فقط الاحزاب والتنافس، السياسه ممكن تكون في المجال الاجتماعي، ممكن تكون في المجال الرياضي، ونفس النفس الغريب اللي بتلاحظه في العمل السياسي بتلقاه في الصراع الرياضي، تلقاه في العمل الاجتماعي. خلونا نوسع دائره النظر والتفسير معنى السياسه دون ان يكون اي واحد، يعني يمكن ان تكون تعمل في العمل الرياضي ويكون عندك ميولك السياسيه واهتماماتك السياسيه بمعنى الاهتمامات الحزبيه والفكريه اللي بتعبر عنها السياسه بالمفهوم الخاص ده، ويمكن ان تكون تعمل في العمل الاجتماعي ويكون عندك الاهتمام. فانا لم اجد يعني قطيعه ولا مفارقه وانما هي توسيع للدائره. انا ما زلت اشارك في العمل السياسي العام بمعنى العمل بمعناه المباشر عبر المؤسسات بتاعت الحزب، مؤسسات التنظيمات التي أعمل فيها، ومن خلال عضويتي في المجلس الوطني ولو من خلال مشاركة محدودة، ولم أجد يعني تناقض بينها وبين أن أعمل في العمل الاجتماعي. العمل الاجتماعي حقيقة هو مرتبط بالفطرة أنه الإنسان لابد من أن يكون مرتبط بأهله. إحنا مفهوم الأسرة الممتدة، مفهوم الحلة، العائلة، الوحدة الكبيرة، التكافل في المجتمع السوداني اللي هي واحدة من سماته، من الصعب جدا على أي شخص مهتم بالنفع العام بالعمل العام أن يكون منبت من العمل الاجتماعي. ولذلك حتى السياسيين المشتغلين بالعمل التنفيذي المباشر عبر التاريخ تلقاهم عندهم هذه الاهتمامات، تلقاهم عندهم صداقاتهم الخفية، تلقاهم عندهم علاقاتهم ببعض الفقراء، ببعض المساكين، ولو في دوائر ضيقة. أنا حقيقة أثر فيني إلى جانب هذا الإحساس الفطري هو أنه الفكرة التي أعمل في إطارها كمشروع إسلامي يعني أن يعيش الناس معاني الإسلام في حياتهم العامة كلها، مش بس في العمل بتاع الدولة والتشريع والقضاء وكذا، اللي هو ده موضوع يعني محدود، ولكن البعد الأوسع هو البعد الإنساني، البعد الاجتماعي. هذا يعني أحس بأنه إحنا ما دعونا الناس إليه وما تتصارع حوله الآن الأفكار السياسية والمدارس الفكرية في تحقيق العدالة الاجتماعية، في مكافحة الفقر، في كده اللي ولد كل مذاهب الاشتراكية والشيوعية واليسار والرأسمالية وكذا. ما في شخص، ما في نظرية سياسية تريد أن تحكم ولا تؤثر في الناس ولا تسوق حياتهم نحو مستقبل أفضل إلا وهي تواجه بالتحدي الاجتماعي، بتحدي حياة الناس، كرامتهم،
توفير حاجياتهم، ولذلك انا دخلت عليها من الباب ده. س- خاصه وانه انا يعني ان شاء الله انه في عملي في الدوله مهم. ان يكون مدخلي هو هذا الملف، مدخل العمل الاجتماعي اجتماعي، والرعايه تخطيط الاجتماعيه والتخطيط الاجتماعي. مم. فاثر فيني هذا المدخل جدا، ودائما الحنين لاول منزل يعني كما يقول الشعراء. مم. يعني التخطيط الاجتماعي قطعا ترك فينا اثر مم. كبير، لانه فتح لي باب واسع للتعامل مع الشرائح الضعيفه، شرائح الفقراء، قضايا مكافحه الفقر، قضايا التنميه ومعدلاتها ومؤشراتها، قضايا الصحه والعلاج العام، قضايا التدين وارتباطه بالتعامل، لأن الدين هو المعاملة مم. من خلال العناية بالقبائل، بأهل الذكر والذاكرين، بالكنائس، بالمساجد، بديوان الزكاة، بالنشاط الاجتماعي وقتها، بالرياضة. مفهوم التخطيط الاجتماعي وقتها كان مفهوما شاملا. مم. فلا يعني أنا أقر بأنه تلك التجربة على قصرها تركت فيني أثر أيضا. الشعور بأنه الآن المرحلة اللي يمر بها السودان بالرغم من كل الإنجازات التي تحققت في المجال التنمية وتحسين البنية التحتية في الطرق، في الكباري، في انتشار الجامعات، في وسائل الاتصال، لكن ما تزال قضية معاش الناس قضية ساخنة وحارقة وملحة، وتطلعات الناس فيها كبيرة. كأنما أنت شاعر بأنه في فراغ في المنطقة دي. أنه هناك حاجة وهناك داعي وهناك إلى أن يتكامل الجهد أكثر، لأنه لن تستطيع أن تفي بها الحكومة وحدها، ولن يستطيع أن يتقاصر عنها المجتمع، ولأنه إن وفت بها الحكومة فهذا دلالة على موت المجتمع، وليس هذا دلالة صحة وعافية. وإن نهض بها المجتمع بعيدا عن الدولة فهذا أيضا ليس دلالة صحة وعافية. بروفيسور عبد الله علي إبراهيم أظن نظر بعين الرقيب للأنشطة اللي بتقوم بها في الفترة الأخيرة، فسماك بين قوسين بالاشتراك الفاضح. تعليقك على هذا الوصف؟ والله لعله تعبير مناسب معه. يعني أنا أخذت حقيقة، يعني يمكن أن يكون أنه ده اهتمام ولأنه إحنا منذ الطلب برضو في فترات الدراسة قارعنا يعني نظرائنا وزملائنا اللي كانوا بيتبنوا الفكر الاشتراكي والماركسي مقارعات طويلة حول صحة نظرية الماركسية وصحة التطبيق الاشتراكي وأيهما أقرب إلى تحقيق العدالة ومفهوم العدالة الاجتماعية الإسلامية. وكنت شاعر بأنه حتى الآن حتى بعض الذين يحاولون أن ينتقدوا مثلا تجربة الإسلام وتطبيق الشعارات الإسلامية في الحياة العامة يصوبون على قضية العدالة الاجتماعية، ولذلك الإنسان رأى أن يرمي بسهم في هذا، يعني وأن أبدأ بأدنى بالشرائح التي تحتاج إلى قدر من الإسناد. يعني أنا اللي خلاني أبدأ في العمل الطوعي اخترت الشرائح التي تحتاج إلى قدر من الإسناد لقناعتي بأنها متى ما وجدت الإسناد والسند والدعم فإنها تستطيع أن تقفز خطوات إلى الأمام وتدفع بقدراتها، مما يدفع الآخرين إلى مضاعفة الجهد. يعني قدمت شنو في الجانب ده؟ أول بتخطط فيه في الجانب ده شنو؟ والله بدأت يعني وأنا أفكر في آخر الأيام لترك الموقع الرسمي في الدولة بأن أنشئ منظمة تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة. وحتى رغم أنه أنا كلمة ذوي الإعاقة بالرغم أنها الآن صارت سيارة يعني في المصطلح الدولي والاجتماعي والقانوني وكذا، لكن ما زلت أبحث. يعني كنت أقول أنه يعني هو القرآن سماهم يعني والآخر غير أولي الضرر، يعني فمحتاجين لنا لمصطلح يعني يناسب إنسانية هذه الشريعة. وأذكر أنه في واحدة من المناسبات أيام المسؤولية العامة طرحت تحدي أو سؤال للجميع أنه من يقدم لنا مصطلحا نستبدل به كلمة الإعاقة أو نحسنها فله جائزة سنية في ذلك الوقت. خصصت جائزة على مستوى رئاسة الجمهورية لكن أحدا لم ينجح. الشاهد أنه بدأت بهذه
الشريحة. وأنا سعيد جدا أحمد الله بأني الآن وأنا بعمل معهم في خلال السنتين ونص الماضيتين وجدت فيهم طاقات إنسانية هائلة، وجدت فيهم قدرات كبيرة وإرادة يعني لأن يحققوا ذاتهم وإنسانيتهم ويكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم وليس عالة عليه. ولذلك كل مرة أنا بزداد قناعة وبزداد حماسة لبذل المزيد في إسناد هذه الشريحة بكل صورها، يعني الإعاقة الذهنية، العقلية، والإعاقة الحركية، والإعاقة السمعية والبصرية، الأربعة. وبحمد الله قطعنا شوط كبير في عدد من المشروعات لإسناد هذه بالتعاون مع، ودي فلسفتنا فيها، أنه مش إحنا نقوم بالعمل لكن إحنا نبقى عنصر دافع، يعني بنقوم بالعمل بنسد الفرقة لكننا بالأساس بنركز على ما يقوم به الآخرون. يعني خاصة أنه سبقتنا مجموعة من المنظمات والاتحادات العاملة في هذا المجال، فبندعم نشاطه، بنقوي قدراته وهكذا. وبالتعاون معهم استطعنا أن نحقق في الفترة الماضية بالتعاون مع الأجهزة الرسمية في الدولة يعني إنجازات قانونية مقدرة لحفظ حقوق أشخاص ذوي الإعاقة. الجانب الثاني اللي اخترته وحدثك عنه أيضا بإيجاز هو مجال الطعام. طبعا هذه قضية القضايا كادت أن تودي بالناس إلى أن يشركوا بالله فالسودان بإمكاناته الهائلة من مجال الزراعة وكذا، برغم كل الجهود والسياسات والبرامج، ما نزال طبعا بعيدين عبر كل العقب منذ الاستقلال وحتى الآن، بعيدين عن تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي ننشده في مجال توفير الغذاء. فليس هناك ثبات أولا، وليس هناك اكتفاء بمعنى السلة الكلية للغذاء وليس مكون واحد مثلا الذرة أو القمح أو كذا، برغم كل الجهود المبذولة الآن بمعدلات حسنة يعني لا وفتح فيها الباب للاستثمار الخارجي. لكن قناعتي أن هناك حاجة للمجتمع نفسه أن يأخذ قضية أن يمتلك غذاؤه ليكون صاحب قراره فعلا وليكون كريم وليكون عزيز، لأنه السؤال مذلة على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع والدولة. حينما تسأل الآخرين خاصة في مجال الطعام فأنت في أدنى درجات الكرامة الإنسانية، ولذلك لا بد أن نرتفع بهذا. هذا الذي دفعني إلى أن أعمل في مجال الطعام من خلال مؤسسة بنك الطعام السوداني، واستجابة كريمة للإخوان الذي دعوني لي أن اشترك معهم فيها، سبقوني إلى التأسيس. ولكننا وسعنا الآن المفهوم ليس فقط لنجمع فائض الطعام ولنعيد توزيعه على الفقراء، وإن كنا نقوم بذلك الآن. إحنا بنجمع من الفنادق، من الصالات الكبيرة الفائض وليس الفضلات، لأن الناس أحيانا يفتكرون إحنا بنجيب بقايا الأكل، لا، بنجيب الفائض وبنقوم بتعبئته تعبئة تحت إشراف صحي، وبنوزعه لداخليات الطالبات، للجامعات، للمستشفيات، للخلاء وهكذا. دي كانت بدايات، ولكننا اتجهنا الآن لتوسيع دائرة مفهوم إنتاج الغذاء وتصنيعه وتحقيق القيمة المضافة في سلسلة القيمة المضافة في إنتاج الغذاء. واستفدت في هذا ولا أنكر ولا أزعسر من التجربة التي خضتها في مجال الإشراف المباشر على برامج الزراعة في السنوات الثلاثة من وجودي في المسؤولية العامة، في إشرافي على برنامج النهضة الزراعية والمتابعة من قبل في البرامج التي كانت قائمة. فأفتكر هناك حاجة كبيرة، ودي دعوة أنا أطلقها بهذا، أنه يعني لا بد من أن نهتم بهذه القضية، وأن يفهم الشباب وأن يفهم الناس أن العودة للزراعة ليست دعوة للتخلف ولا للقعود، وأنه طريقنا إلى الاستقلال الاقتصادي وإلى تحقيق مستوى دخل أو معاش كريم للناس هو في ثروتنا الحقيقية وفي بترولنا الحقيقي كما كان هو شعار دائما الزراعة. صحيح، وعلينا أن نقف وقفات طويلة لمراجعة كيف يمكن أن نبلغ هذه الغاية. البعض يعتبر أنه هنالك مساحة الآن للشيخ علي عثمان محمد طه للمراجعات. هل من باب المراجعات أن يقول البعض أن حساسية الإسلاميين
وكسبهم من خلال الدولة تجاه المعلمين، الله زي ما قال بروفيسور عبد الله علي إبراهيم، ليس بما يجب. يعني هناك دائما كان اتهام بأنه ربما حساسيتهم تجاه المرأة العارية، قال أحدهم ليست بمثل حساسيتهم تجاه المرأة الجائعة. والله يا اخي شوف، من ناحيه البرسبشنز، الصور يعني اللي ما هي في حياه كده نمطيه احيانا بتحيط بتفكير الناس، مش بس عند الاسلاميين وانما عند كل القطاعات المتحركه في مجال ان تعيش دينها وان تجدد اسلامه وان تعمق التزامها بشرائع الدين واحكامه. هذه المرئيات او هذه الصور النمطيه الذهنيه فعلا كانت موجوده، لان دي كانت ما يشاهد على مستوى الاعلام، على مستوى الغزو الثقافي. مساله العدل الاجتماعي حقيقه ما كان ماخذ التركيز، كان ماخذ التركيز كشعار، كما حدثتك عن العداله الاجتماعيه. وكنا نحن نردد في ذلك الوقت، كنا معذورين لانه كانت القضيه قضيه كليات ومجملات، يعني ليس هذا عيبا، لان الوقت ده كان هو صراع الكليات والمجملات حتى تصورات. يختار الناس بالتصورات. فكنا نتحدث عن انه اذا ما قامت الزكاه واذا ما فرضت الضرائب الصحيحه يمكن ان يتوارى الفقر. ولكن ثبت انه الان انه هذا وحده ليس كافيا، هذا التصور يحتاج الى تفصيلات، وانه مربوط بالنظر بالنشاط الاقتصادي الكلي، لانه هذه بعض مخرجاته، في احيانا تكون مدخلات له وفي احيانا تكون مخرجات له. فلا يمكن ان تتحدث عن عدل اجتماعي دون الاحاطه بمفهوم لنظره او برنامج اقتصادي متكامل يضم الزكاه والاوقاف والصدقات وكذا وكذا في بعض مكوناته. طيب برضو يعني البعض بيعتبر انه هنالك كثير من الافادات تقال الان في بعض المراحل. الاستاذ علي عثمان والشيخ علي عثمان هو مشارك فيها، ما يعني الافادات بيكون فيها بلا شك عندك راي من حكم المشاركه، لكنك تؤثر الصمت. يعني كثير من الكلام بيتقال الان على الصعيد الشخصي، الحكايه دي ما بتعمل لك وجع بطن من تسمع الكلام ده ولا تدلي براي في مقابله. والله شوف، يعني اعترف فيها نقطتين، نقطه ذاتيه ونقطه موضوعيه. النقطه الذاتيه هي انه يعني تكويني شخصيتي فيها قدر من إثارة الصمت وعدم الدخول في اللجاج العام. حتى الناس يقولوا لي بطنك غريقة، يقول لك أنه لا يكثر الكلام ولا تعرف بالضبط ما ينتوي فعله بعد أن تقول حديثك أمامه. أنا بفتكر أن دي تهمة أكبر من لا يعني ظلمت فيها، لأنه بفتكر أنه ما من شخص يجلس إلي عشان يقول لي حاجة معينة، خاصة كمان مرات لما تكون مسائل ذات طابع شخصي او كذا، الا بكون واضح معه. لكن فده ده بعد ذاتي، انا اعترف بانه ربما يدفع او يفسر بعض ما يراه الناس في هذا الجانب. ولكن علمتنا الحياه الموضوعي بقى انك انت لما تخرج للحياه العامه، وخاصه اذا خروجك للحياه العامه كان باكرا وكمان تقدمت فيه وتقدمت بك المسيره لاسباب مختلفه، وجدت نفسك في الصدارة، فدي عندها عليك قيود وأحكام كثيرة. وأنا التجربة اللي مرت بها في خلال 50 عام من ممارسة العمل العام، يعني منذ الطلب، منذ الثانويات حتى الآن بالضبط 50 سنة يعني، بتخليك تكون عندك فرامل أكثر، وليس كل ما يعرف يقال. وأحيانا حتى ذكر الحقائق ربما يعمل بعض الخلل والاضطراب هنا وهناك، حتى لو أدى للبعض أنه يزور التاريخ. أصلا والله أنا مما أراه حولي الآن يعني بديت أعيد النظر في، مع الاعتذار مسبقا يعني لكل المهتمين بدراسات التاريخ وأساتذتنا المحترمين يعني، لكن بدأت أقف طويلا عند، خلينا نقول بطريقة إيجابية، عند الضوابط والأحكام والمعرفيات والمناهج التي ينبغي أن تتخذ ليقال أن ما يكتب هو تاريخ. لأنه يعني لا بد للتاريخ أن يكون له منهجية، وأن يكون وعلى رأسها تحري الصدق والتدقيق في الأخبار والوقائع. أما هذا الذي نراه الآن من البث العام
ويسمونه الدش والحكي بلا ضوابط، لا يمكن أن يكون هذا تأريخا. وأخشى أن يقع الجيل الجديد ضحية لهذا إذا لم يجد مصادر للتأريخ الموثوق المرتبط بمنهجية وبعلم، يعني بقواعد علمية، أن يكون عرضة لهذا الدش. من الباب ده أنا بفتكر أنه على جيلنا قدر من المسؤولية في توضيح بعض الحقائق. أنا دوري فيها يعني أعترف بأني مقصر في شيء ما، لكن أقول أنه برضو في حاجة يعني لم يحن الوقت للإدلاء بها يمكن كاملة، على الرغم من أنه يعني تحت إلحاح كثير من الجهات والإخوان والأصدقاء حتى والمراقبين، يعني يعني بدأت أستجيب في أطر دائرة يعني خاصة للإدلاء بإفادات، حتى عسى أن تكون واحدة مما يعين الباحث المتقصي عن الوصول إلى شيء من الحقيقة. يعني الآن في كتب كتبوها حتى بعض الغربيين شاركوا، مثلا في نيفاشا مثلا كتبت كتب وتقدمت إلى المكتبة، وأيضا في حوادث كبيرة في ناس كتبوا كتب وقدموها صارت مرجع. يعني ده أيوة، يمكن مسؤولية إضافية عليه. ده هو اللي بخلينا نقول يعني أنا شاهد قرن على الأحداث يعني منذ ثورة أكتوبر. نحن طلاب واعيين للأحداث وشاركنا فيها، ومن بعد الحقبة السياسية كلها يعني. فكل هذا فيه مقال، في مجال لمقال، من زاوية المشارك، من زاوية المراقب، من زاوية البعيد، من زاوية القرب. لكن الأحداث اللي الإنسان عاشها بصورة مباشرة عبر 30 سنة الأخيرة منذ الانتفاضة أو أكثر حتى الآن، يعني في مجال كثير لإضافة حقائق. مثلا قضية النفاشة، وهي طبعا حلقة من حلقات متصلة في قضية البحث عن السلام، سبقت جولات واتفاقات وكذا، لكن طبعا صارت هي الأشهر باعتبار أنها هي الفصل الأخير كان والخاتم في قضية السلام. فكتب حولها كلام كثير، وأنا آثرت أن لا أدلي بإفادة شخصية حتى لا يقال أن هذا رأي فلان وتصبح المسألة، ولكن آثرت أن يعني أقدم إفادتي في إطار عمل جماعي، وأن يكون القائم على تنقيح هذا العمل وجمعه وتحريره جهة يمكن أن تكون ذات مصداقية وعندها مسؤولية لتقديم هذه الإفادة للناس حتى يتلقوها بالقبول. ولذلك أنا أشكر للإخوان في قسم شعبة العلوم السياسية في جامعة الخرطوم أن قبلوا هذا التحدي، وجلست إليهم جلسات طويلة للإدلاء ببعض ما أعرفه عن قصة نفاشة، وطلبت منهم أن يأخذوا إفادات آخرين وأن يطلعوا على الوثائق، وأظن أن شيئا يعني مادة مقدرة ستخرج لمن يبحث عن الحقيقة في هذا المجال. المفاصل واحدة برضو من المحطات، الناس اللي برضو وكثيرة هي المحطات المفاصلة، وقبلها الإنقاذ نفسها، وقبل فترة الديمقراطية الثالثة كما يسمونها، وحتى قيام الانتفاضة نفسها وما صاحبها من أحداث واعتقال الإسلاميين. هذه كلها فصول في الحياة العامة، يعني كتب الله لي أن أكون شاهدا في عمقها وصانعا لبعض مكوناتها مع آخرين. فهذا كتاب كبير. ما يقال فيها من معلومات الآن أنت بدعي إلى أي مدى تشوفوا درجة كبيرة من الصحة أو عدمها؟ والله من حيث طبعا شوف، قاعدة أن المعاصرة حجاب، أنا أفتكر هذه مقولة صحيحة جدا، تصدق ليس فقط على يعني صانعي الأحداث الذين اشتركوا الذين كانوا طرفا أساسا في صنع الأحداث، لكن حتى المتلقين، حتى الرأي العام، حتى الصحافة، حتى الإعلام، البيئة المحيطة أيضا ينطبق عليها المعاصرة، لأنه بتكون في الانفعالات والذاتية والتعاطف مع هذا الطرف والنفور عن الطرف الآخر. فكل جميع ما يكتب بيكون فيه شيء من هذه الإسقاطات، لكن بالجملة أنا بقول أنه يعني التراكمي اللي كتب وليس ابن وقتها،
وانا افتكر انه زول اللي هسه داير يقرا يعني لما يشوف المخزون التراكمي اللي تم، اللي كتب عن اي حدث بعد مرور فتره من الوقت عليه، بيقدر يحس بانه الحقائق بتبتدي تظهر، لانه المعاصره الانيه والانفعال الاني وليد اللحظه بيكون بدا يخفض لصالح الموضوعيه، لصالح النظر والاستماع. ولذلك انا بقول لك انه لما يجي الوقت المناسب شويه ممكن الزول يقول في دي بموضوعيه اكثر، او ما يمكن ان يقوله، خلينا نقول يمكن ان يتلقاه الناس بموضوعيه اكثر من مجرد الموقف المسبق حول يعني يخشى البعض اي من موقف في دي او في دي او في دي أو في يعني يخشى البعض من أن تكون صورة، يعني ترسم صورة يحاكم الإنسان عبرها دي. يعني. انا حقيقه يعني بالرغم من انه هذا قد يكون مدهش لزول بيعمل في العمل العام، لكن انا شخصيا لا اعبأ بها كثيرا. يعني بطبق هنا المثل بتاع العارف عزه مستريح. انا بفتكر انه الانسان لما يكون بينه وبين الله هو راضي عنها، لانه لا يستطيع خدع رب العالمين يعني، وانه ضميره، انه فيما فعله يعني ضميره مرتاح، حتى ولو تبين له ان بعض ما قام به هنا او هناك كان لم يكن يوافي الصواب كاملا او في شيء من الخطا البشري وكذا، لكن بيكون مرتاح. ولذلك يعني ما اصنام الكلمات او الصور التي ترسم للاشخاص انا لا اعبأ لها كثيرا يعني. بقدر ما اتوخى وبفتكر انه خاصه في السودان. السودان ده بلد مفتوح والعلاقات فيه موصوله جدا ومتراكبه ومتداخله، تعمية الحقيقة بشكل متعمد بحيث أنها كده يعني تكون بتاع ليس ميسورا. سرعان ما تنكشف الأمور وتتضح الحقائق وتنجلي، ولذلك ويستقر عند الناس ما هو موضوعي والذي يبقى في الأرض. حتى بالنسبة حتى في لحظات الانفعال أنا دائما بقول الكلام ده، بقول خرج الناس غاضبين على عبود وقالوا وفي نظامه وفي حكامه ما قالوا. الآن بعد 50 سنة من ذهاب الرئيس عبود، الصورة التراكمية تجعل منه شخصية وطنية لها وعليها. يعني وهكذا. فأنت بترى يعني لأن الأمور ترسخ والناس يخرجون ما في صدورهم والعلاقات تتضح وكذا، فأنا يعني شاعر بأنه الزمن نفسه يعني كفيل، وليس كما يحدث في بلدان تانية حيث يكون هناك لأن السلطة المركزية القابضة التي تلوي عنق الحقائق وتكتم أنفاس الناس لم يحدث السودان، وأتمنى من الله صادقا أن لا يعيشها السودان، مثل ما مرت في تجارب كثير من الدول تجعل الناس ملائكة ثم في اليوم التالي يصبحون أشرارا وأباليس. هنا الصورة دائما كذا وكذا فيها ده لأنه إحنا مجتمع مفتوح، وكل ما اتسعت هذه المساحة من السماحة ومن الحرية ومن العلاقات الممتدة كلما كسبت الحقيقة. الصوفي في شيخ علي هو الذي يجعله متصالح مع حتى تشكيل الصورة، لكن التاريخ يحتاج كلمة. متى يقول شيخ علي كلمة للتاريخ؟ في الوقت المناسب إن شاء الله، ليس يعني تأتي بأوقاتها وبمناسباتها. هل في النظر للحياة السياسية، خاصة أنت انتصرت للشباب يعني وما عرف بالإصلاح، يعني هل نستطيع أن نقول أنه بالنظر لتجربة الشيخ علي عثمان اللي هو سياسي محظوظ صادف ظروف أفضل، شخصيات أفضل، نماذج أفضل في العمل السياسي ولا لا؟ لا مؤكد. أنا أفتكر أن إحنا جيلنا بصفة عامة كان من أكثر الأجيال التي حظيت بمعاصرة ومعايشة أحداث كبيرة شكلت وما تزال تشكل وستظل تشكل جانبا ملمحا مهم في تطور البلد، يعني السياسي والاجتماعي والفكري والثقافي. يعني احنا الجيل الذي تفتح وعيه على ثم ماذا بعد الاستقلال، على السؤال الكبير ماذا بعد الاستقلال. درجنا إلى يعني صفوف الدراسة الثانوية والجامعية، وهذا السؤال يطرح نفسه بقوة سنوات قليلة بعد الاستقلال، يعني الستينات بعد الاستقلال ما يزال عمره 6 سنين 7 سنين.
فكان السؤال استغلينا نعمل شنو؟ ماذا نصنع بهذا الاستقلال؟ فده خضم وباب واسع وما يزال حتى الناس حتى الآن الإجابة فيه لم تكتمل، ولكن تدافعت فيه أفكار. وأنا أحب أقول في المناسبة دي أنه صحيح في اختلافات سياسية تصل في لحظة الفوران والمواجهة والحدة إلى درجة الاستقطاب والمواجهة، يمكن الذي يصل أحيانا إلى درجة العنف النسبي. طبعا احنا السودان لم يعرف عنفا كالذي يعني نسمع عنه ونشاهد، ونسأل الله مرة أخرى أن لا يعرفه السودان أبدا. لكن شيء واحد كان يجمع بين الناس في تقديري، أو شيئان. الأول هو الحب لهذا الولد والحرص على ما ينفعه وعلى ما يصلح شأنه، كله من منطلقه اللي جاي منه. والمسألة الثانية أنه لحظات العنف والاستقطاب كانت دائما استثنائية وطارئة. سرعان ما تعود العلاقة الاجتماعية والشخصية بين الناس إلى طبيعتها السوية من حيث التلاقي والتواصل وكذا، مع الاحتفاظ بالاختلاف السياسي. أنا أفتكر دي المسألتين شكلا وجدان الجيل ده اللي احنا جيلنا اللي يعني، ولذلك جنب البلد يعني، بالرغم انه ممكن تقول لي طيب ما حصلت انقلابات، حصلت مواقف شديده كان فيها دماء، لكن انا قلت دي استثناء في عدد الحوادث نفسها، في حجم العنف الذي وقع فيها وكذا. سرعان ما يعود الناس الى حتى من اقدم بالعنف سرعان ما يكتشف انه لا يمكن ان يستمر به، فيعود الى التيار العام والتحاور والتسامح والعلاقه مع الناس والتعامل معهم. ولذلك انا بفتكر جيلنا كان محظوظ انه يعني شفنا الجيل الذي صنع الاستقلال يعني امامنا وهو يتخبط ويتعثر في الاجابه على سؤال ماذا بعد الاستقلال، لان جهده كان منصبا ومركزا على تحقيق الاستقلال، وعذرناه. وتقدمت يعني كتائب جيلنا بتشكيلات الفكريه والسياسيه المختلفه لتقول ادونا الرايه، انتوا حققتوا الاستقلال، خلوا الجيل اللي بعدكم ده يبني الاستقلال. وقامت المدارس تصطرع فعشنا ديك، شفنا تجارب جمعتنا بهم جمعنا بهم الشارع السياسي، جمعتنا بهم المظاهرات، جمعتنا بهم الاحداث الحاده، جمعتنا بهم المعتقلات، جمعتنا بهم ما بعد المعاش. يعني كثير من السياسيين الكبار حتى بعد ان تقاعدوا وكذا اتيحت لنا فرص ان نلقاهم. ولذلك يعني انا كنت اقول احيانا لبعض اصدقائي من السياسيين ومن الوزراء، انا بقول لهم والله انا محظوظ، لانه احيانا اقول لفلان وهو قد يكون يكبرني سنا من حيث التخرج او الدفعه والتخصص، اقول له لكن انت عارف انت ما دفعتي، انت ما جيلي، انا جيلي ابوك، لاني اكون جلست مثلا. كنت اقولها مره على سبيل المثال للفريق مهدي بابو نمر، كان وزير للصحه، فكنت اقول له يا مهدي رغم انك انت اكبر مننا سنا ومقاما يعني وهسه وزير للصحه، لكن يا اخي انت ما دفعتي. يقول لي كيف؟ قلت له لا دفعتي عمي بابو نمر او للمرحوم الناظر صلاح علي الغالي. اقول له والله ابوك هو دفعتي الناظر علي الغالي، لانه كنا نجي سويا علي وعلي يعني في مقاعد البرلمان مثلا. فجمعتنا التجربه بحكماء البلد، يعني من كبار رجالات الاداره الاهليه، مشايخ الطرق، السياسيين، زعماء العمل العام، النقابات، كبار اساتذه الجامعه، الاسماء الكبيره اللامعه اللي شقت الطريق الاكاديمي وبنت التوجه العلمي الحديث في البلد. احنا كنا جيلا محظوظا. البعض يسال هل دخل الشيخ علي عثمان السجن؟ كم فتره قضاها في السجن؟ اصله لا يكاد يكون في سياسي ما دخل السجن. وعلى الرغم من انه انا فتره السجن التي عشتها كانت قصيره، فتره المعتقل، لكن طبعا كان لابد في التدافع ده. ما فيش يعني احنا طلبه بنطلع في المظاهرات غير المصدقه غير المأذونه مثلا لحدث سياسي، فبنعتقل يلقى بنا في حراسات الشرطه
الى ان يفرج عننا بضمان. يعني انت كونك تكون دخلت الزنزانه والحراسه بتاعت الشرطه او كده وانت طالب، هذا لا ما في معدة عنه. دخلناها مرارا في احداث خارجيه وداخليه. واحنا نهتف ضد مقتل لومامبا في الكونغو، او ضد الانقلاب على الحاج تفاوى بليوه او الجنرال مرتضى في نيجيريا، او سردونا بتاع سكتو. يعني احداث السودان ده بطبيعته بيتفاعل، ولذلك ما ممكن الزول اللي بيشتغل في حاجه دي. فدخلنا حراسات الصغيره هذه بتاعت الشرطه. لما جات مايو والجيش الشيوعيين واعطوا المساله بعد شديد، لانه المعتقلات السياسيه لم تكن معروفه على نطاق واسع في السودان. حتى ايام عبود كان التركيز على الصراع بينه وبين الشيوعيين ولفتره محدوده، لانه حتى الميزان ده تغير في النهايه بين عبود والحزب الشيوعي. ومع رؤساء الاحزاب اللي بحثوا بهم لناقشوط او كذا، ما كانش في سجن سياسي بالمفهوم اللي دخل في الثقافه والمصطلح بتاع القاموس السياسي. لكن ده جمع مايو بشكل اكبر، ولذلك كان لابد ان يكون انا كنت رئيس الاتحاد لما قامت مايو. احنا كان توجهنا معين، عارضنا الحكومه، قاومناها، رفعنا ضدها المذكرات، دعونا للاضراب وقفل الجامعه في وجه النظام الجديد، وان نكون جزء من منظومه دفاع عن الحريه وعن المدنيه وعن الديمقراطيه. فحل الاتحاد وطردنا من الجامعه. لم تلبث ان وقعت الاحداث في جزيره ابا في مارس 70، وكانت ضربه كبيره جدا طبعا، وجرى اعتقال سياسي شامل لكل الناشطين السياسيين من كل الاتجاهات، وكنت واحدا منهم. دخلت كوبر وقضيت فيه ما شاء الله نقضي من الاشهر شهورا. طيب نحن نستأذنك نقدر نكمل الحوار بحضور الأسرة، نكمل بقية حوارنا بحضور الأسرة، تودينا على ناس البيت إن شاء الله. يا مرحب بك. جديد مرحبا بكم. نحن ما زلنا في ضيافة الشيخ علي عثمان محمد طه. نحن الآن في ضيافة أسرته، ودي فرصة عشان نتعرف عليهم ونسمع منهم. نستأذن الشيخ علي نبدأ بالتعرف على الأسرة. محمد يبدأ ضربة البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد علي عثمان والأصغر في البيت. قراءة في الهندسة، بقرأ في جامعة السودان السنة الخامس، وربنا يسهل. آمين. شيخ مصعب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مصعب علي عثمان. أول حاجة نقول للسادة المشاهدين كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله عيد فطر سعيد ومبارك إن شاء الله، ينعاد علينا بالخير واليمن والبركات. أنا درست هندسة مدنية، والأخ الأكبر أخي محمد. في الأسرة كم في الترتيب؟ يعني نمرة 2 من تحت، وعريس جديد يعني. نعم، أنا الحالة معي متزوج حديثا. حديثا. شيخ فاطمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فاطمة الأمين عبد الله. من هذا المقام نحيي الجميع، أسرة قناة الفضائية S24 في فضاء. هذا الفضاء كان يسمى قديما خراب سوبا، والآن إن شاء الله يسمى عمار سوبا. ونهني الجميع بعيد الفطر المبارك، وربنا إن شاء الله يرفع الأعمال الصالحات ويعيد على الناس خارج وداخل السودان، الأمة الإسلامية جميعا في خير وعافية إن شاء الله. منى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بقناة S24، القناة الجديدة الرائعة. وهنئ الشعب السوداني بعيد الفطر المبارك.
أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، وبلادنا ترفل في ثوب الخير والنعم. أنا منى علي عثمان، الابنة الكبيرة والابن الأكبر لشيخ علي. درست جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد. حضرت الماستر في جامعة UPM في ماليزيا في مجال الإيكونوميك. ومرحبا بكم مرة ثانية. عروس. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شي حابة أهنيكم بحلول العيد، وحابة أهني أسرتي وأسرتي الجديدة طبعا وأسرة البرنامج، وأنا يسرى عبد الحميد الدخيلة أو الجديدة على البيت. الحمد لله ربنا كتب لي أسرة جديدة وجميلة جدا وكلها بركة، وبكده يعني ما حس بأي تغيير، كأنه دي أسرتي الأولى، طبعا هي الأولى برضو. أنا بقرأ جامعة الخرطوم اقتصاد وعلوم سياسية، وكل سنة وانتم طيبين. طيب. مرحبا بكم في ديارنا العامرة. أنا صفاء علي عثمان، الابنة الثالثة لشيخ علي. تخرجت من جامعة الخرطوم كلية الآداب قسم الإعلام. متزوجة والحمد لله، وهني الشعب السوداني بالعيد المبارك، والله يتقبل من الناس جميعا الطاعات. كل سنة وانتم طيبين. مرحبا بكم مرة ثانية. ما عرفتنا على حتعرف عن نفسها براقي ما اديناها فرصه. دي أصغر زول آخر العنقود، الآنسة يمنى إبراهيم. طبعا أنا نيابة عن بنتي الوسطى بين منى وصفاء، الباشمهندس مروة على عثمان اللي تغيبت مننا لظروف خاصة. برضه بننقل تهنئتها للمشاهدين ولأسرة القناة، وترحيبا بكم في داركم. يعني الناس بيفتكروا انه الاول مره بيشاهدوا العلة دي من الاشياء اللي تفردنا بها في هذا اللقاء، تكون اول مره اسره الشيخ علي عثمان تظهر في الاعلام. هل دي جزء من يعني سياسه الشيخ انه يبعد اسرته واولاده من انه يظهروا في الاعلام، ولا ده وضع طبيعي؟ والله ليست سياسه، لكن انا كنت يعني بقول لهم يكفي طلت وجه واحد يعني على خلق الله يعني. فلكن يعني كل واحد كان عنده حريته في انه كل واحد فيهم عنده مجاله، زي ما يمكن يحدثوكم عن بيشط فيه وفي اهتماماته الخاصه وكذا. ولكن بصفه عامه احنا بننتمي لاسره تحب لا تحب ان تكون دائما في دائره الضوء، خاصه باشخاصها وبكلامها، بقدر ما تكون في دائره الفعل الحسن عند الله وعند الناس بافعالها، يعني بسلوكها وبعلاقاتها بالناس. استاذه فاطمه، طبعا يعني العمل السياسي بياخذ من الوقت الكثير، يعني الشيخ علي ده كنتوا كيف بتلقوه مع في تربيه الابناء في زحمه العمل السياسي ومشغوليات الكبيره يعني؟ طبعا العمل السياسي أخذ منه وقت كبير جدا، وافتكر أدوار هي متكاملة وشراكة بين الزوجين. يعني إذا غاب أحد الأسباب قام الطرف الآخر بإكمال المهمة التربوية، فهي مهمة تكاملية. طبعا يعني اجتهدت جدا في القصة دي لغاية ما فاتتني بغادي كمان حتى في العمل بشت في العمل الطبيعي كمان برضه مسافة طويلة. طيب أنا حخلي سؤال مفتوح. هل تفتكروا إنه كنتوا أولاد الشيخ علي عثمان محمد طه ده ألقى عليكم بتبعات في المجتمع، ولا كنتوا حرين يعني ما شايلين بأي تبعات على هذه المسألة؟ والله بصوا في تبعات وما في تبعات قطعا طبعا. يعني بالنسبة لنا كلنا شرف إنه إحنا نكون أبناء يعني شيخ علي، ودي ذاتها يعني ضريبة بتخلي الواحد إنه في كثير من تصرفاته يعمل حساب لأشياء كثيرة، لكن في نفس الوقت تتربين على إنه ما نعيش ظل الحاجة دي بشكلها أو بمفهومها عند الناس. عايشين بسيطين مع الناس في الشارع، ما عندنا إحساس إنه إحنا منو الفضائية اللي بيعيشوا فيها بعض الناس، ما عندنا الإحساس ده. لكن أكيد دي أمانة برضو إحنا شايلينها يعني كأنا. صفاء. والله الحمد لله يعني الحمد لله يعني شاءت الأقدار نقع يعني نكون أبناء للشيخ علي والشيخة فاطمة. الحمد لله يعني دي نعم من نعم ربنا علينا.
والحمد لله هم ناس ديمقراطيين خالص، يعني انتوا تكونوا حاسين الحاجة دي سواء كان الوالدة ولا الوالد، فما كان في، بالعكس ما كان في أي تدخلات ولا أي مثلا يعني تدخل إنه الناس تنحي محنة معين، منحة معين في حياتنا. كل زول اختار طريقة دراسته وبراه بكامل إرادته، والحمد لله ربنا وفقنا. حتى اختيار الازواج كل وحدة يعني بمفردها قامت باختيارها، والحمد لله رب العالمين. يعني دعواتهم هي أهم حاجة بالنسبة لنا كتوفيق في حياتنا يعني، والحمد لله. الأسرة طبعا تحكم على الديمقراطية الأسرة دي والهنا من خلال مصعب. لا بتجربة جديدة. مصعب ده إن شاء الله يعني ديمقراطي تمام. أقول بس ديمقراطي جدا. وطبعا في بلا شك يعني ضريبة بيدفعها الزول، خاصة أي الشخص العام. ضريبة المنصب العام بيدفعها الشخص في نفسه، بيدفعها في أسرته وأبنائه وبناته. يعني برضك مرات المنصب العام خاصة في الظروف اللي مرت بها البلاد في الفترات الماضية كانت أحيانا قد تقيد حركتهم لاعتبارات كثيرة يعني. فهم مؤكد ساهموا في دفع ضريبة، لكنها كانوا يعني سعيدين بها لأنها كانت كلها بتصب في محاولة إنجاح تجربات الأسرة وما تؤمن به من أفكار، ولقوا كمان في أمهم برضو هذا الدافع والحافز من خلال تفانيها في خدمتهم. وفي أنا برضو في نفس الوقت ما فيهم زول يعني كانوا بالمناسبة بيتابعوا في فترة من الفترات بشغف شديد من أكثر المسلسلات اللي تابعوها لنا عايشة في جلباب أكيد. وكل واحد فيهم حاول فعلا أنه يطبق فكرة المسلسل يعني. بدأ من والدته اللي شقت طريقة أنها تقرأ جامعة وتشتغل في الدراسات العليا وتعمل في العمل الاجتماعي، كل زول يحقق ذاته برغم كل القيود الأخرى. طيب أستاذة فاطمة، الآن العمل الطوعي كمان شغال الآن يعني عنده أدوار فيه كبيرة، فكبيك أنا بقطع مع صفاء قلنا لهمنا والله هل بعد ده أستاذة فاطمة تمشي على العمل السياسي خلاص؟ والله أنا بفتكر العمل السياسي هو ذاته عمل طوعي من المقام الأول يعني. لأنه المتطوع أنه هو ينفذ مبادئ تنفع حياة الناس، والإنسان بدأ يعيش لنفسه، بدأ يعيش للناس يعني، ده هو خير الناس يعني. هو في الأدوار متكاملة. أنا شخصيا بنفر من أي تنفيذ شغل سياسي أو تنفيذي. أنا بفتكر العمل الطوعي بتلقى فيه حرية كاملة جدا، وأنا بتبدع فيه وبطريقة يعني. مثلا أديك مثال، منظمة البر والتواصل اللي أسسناها عام 2000 الآن أسست 18 مستشفى ريفي في جميع ولايات السودان البعيدة النائية لإنقاذ الأمومة والطفولة في السودان. الوفيات عالية جدا. وزارة الصحة ما أظنها قدرت عملت كده إلى الآن يعني في 13 سنة دي، وبميزانيات من داخل السودان من خيرين ومن خارج السودان. فالعمل الطوعي هو يعني مكمل للعمل الرسمي. صلى الله سيدنا محمد الذي فرض سجود السهو ليجبر ما نقص من الفرض. مصعب، أنت أظنك قائم على موضوع الحفظ كما علمت كذلك يعني. والرياضة. الرياضة. بس أسأل بقى عن آخر أخبار كأس العالم أو الاتحاد أو الدوري الأوروبي. الدوري الإنجليزي. الإنجليزي بالذات. والله القرآن ختم يعني. نعم. مصعب حدثنا. والله الحمد لله يعني. بالقرآن يعني. الحمد لله رب العالمين، واحدة من أكبر النعم بالنسبة لي أنا يعني. نشأت في بيت قرآني يعني، تشجيع من الوالد والوالدة يعني. يمكن بعد ذاك في تسلسل الأحداث من يعني مما كنا في كوبر يعني، هو كانوا موجودين معنا شيوخ. كوبر دي المنطقة مش السنة. كوبر الحلة تحت الكوبري. فالحمد لله رب العالمين كان موجودين الشيوخ، فكان بيشكلوا لي يعني، ربنا سخرهم يعني. كان عضد لي حقيقة في المجال ده. الحمد لله رب العالمين كان في توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. وبعد ذاك حتى بعد ما جينا الرياض يعني قعدنا طبعا فترة في الرياض، برضو كان البيت قريب جدا من المسجد، وحتى برضو كان نشأت بعد ذاك علاقة مع الشيوخ الموجودين معنا ومع شيوخ المسجد.
اللي هم اخونا شيخ فرح، ممكن نرسل لهم من هنا تحيه، نقول لكم كل عام وانتم بخير. اخونا شيخ فرح، واخونا شيخ ابراهيم، شيخ عوض الصيد، محمد عبد الرحمن، حاليا يعني الفاتح، فتح العظيم. انا ما اريد انسى زول يعني. كلهم نقول لهم كل عام وانتم بخير، فربنا يجزيهم خير. هم كانوا افتكر يعني من الاسباب، الحمد لله ربنا كان ليه توفيق، الحمد لله رب العالمين. الان اكملته والله ولا قربته؟ يعني ان شاء الله. منى طبعا يعني مخرج عادي، شايف من قبل دخلت في موضوع الاخراج مع احمد ابراهيم وعندها منى اهتماماتك بالاعلام اكثر من اهتمامات صفاء، شايف؟ بحب الإخراج، يعني واخداه هواية بحبه من زمان، منذ الصغر يعني. يراودني حلم تحديدا، عاوزة أخرج فيلم عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. أكيد كلنا يعني بنتابع العالم الغربي كيف يتكالب علينا وكيف يتكالب على الإسلام والمسلمين، ونسمع أشياء عن إسلاموفوبيا وغيرها وغيرها. فأريد أن أعرف الغرب والآخرين عموما عن رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. وعن نحن لنا الفخر بأننا والحمد لله الحمد لله رب العالمين أن نحن يعني مسلمين، فهذه نعمة كبيرة. فمن زمان بيراودني حلم إني أنا داير أخرج يعني أو أخرج فيلم عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأعرف به الآخرين. لكن ما قريت اعلام اظن، قريت أنا ما قريت إعلام، دي هوايتي يعني مخرج تحت. أنا قريت اقتصاد جامعة خرطوم. أيوة. لكن عندك اهتمام شديد بالاعلام لدرجه انك تدربتي في الاخراج كذلك؟ ايوه، اخذت تريننج في قناة الشروق زي شهر كده باسم مستعار طبعا عشان اقدر كي اتعلم لازم اسال وادي معاي فرصة انه هو ياخد راحته وانا اخد راحتي، فكان باسم مستعار والحمد لله اخذت فائدة كبيرة. متابعة فنية، ناقدة ممكن تقول فنية، سياسية، ناقدة اقتصادية بحكم الدراسة يعني، والطابور الخامس في المنزل لبابا يعني المعارضة الحقيقية. تنقلوا الاعتراضات على الحكومة والحياة اللي شغالين وتناقشوه؟ بننقل أكثر، يمكن أنا زول هو يعني حديث الشارع، حديث الشارع، نبض الشارع وآرانا الذاتية، ما كل الوقت في نقاش ساخن في الموضوع ده خالص. يسرى، بدأت تحفظي ولا فارقتي المصعب؟ والله شوية شوية الحمد لله بدأ يأثر فيني، لكن طبعا لسه ما وصلت مرحلته، لكن نسأل الله إنه نصل مرحلته إن شاء الله يا رب. صفاء، الإعلام والله الحمد لله يعني أنا الإعلام ده بجد يعني الحمد لله كهواية ودرسته. يعني أنا قريت كلية الآداب قسم الإعلام، قريت في الأول لغة إنجليزية ولغة فرنسية، لكن عملت الأونر في الإعلام. وحتى بعد في الأونر جامعة الخرطوم بعثتنا للقاهرة كورس تقريبا درسنا في مؤسسة الأهرام المعروفة في القاهرة، كان تريننج لمدة 3 شهور. وبعد ذاك برضو تاني جيت عن طريقتي الخاصة يعني وتشجيع من الوالد، يعني بأنه الواحد إنه لازم يشق طريقه ويكون هو زول مثقف، بالذات يعني جانب الإعلام داير زول يكون مطلع وعلى قدر كافي من الثقافة والوعي. فبرضو مشيت قناة الجزيرة، التحقت بمركز التدريب الإعلامي التابع لقناة الجزيرة، برضو عملت كورس لمدة 2 شهر في التقديم التلفزيوني وفي الإخراج. وبعدك رجعت وعملت برضو تقريبا في تلفزيون السودان القومي برضو تريننج، كان كله برضو 3 شهور يعني كلها تريننج فقط، يعني ما التحقت يعني التزمت بشغل رسمي. فإن شاء الله بعد ذلك شاءت الأقدار إني تزوجتها والحمد لله. شاهدت يعني التخرج بتاعت التريننج من التلفزيون القومي أنها طلعت بالعريس بأبو أبو يمنى. تحية لها إبراهيم. وتحية ونرسل لإبراهيم، هو الآن في الأراضي المقدسة، يعني نرسل له التحايا ونقول كل سنة وهو طيب. طيب، ما في زول عنده علاقة بالسياسة، اهتمامات بالسياسة؟ كلكم شايفة رياضة وإعلام. منى شكلها عندها اهتمام بالسياسة. منى صحيح؟ في أي اهتمام؟ منى عندها اهتمامات سياسية طبعا، بتهتم تعلق على الموضوعات وكذا. لكن والوالدة برضو كذلك، يعني الوالدة ما شاء الله متابعة برضو زي منى، عندها كمية من بيدرسوا كده حلقة نقاش. لكن منى بتدخل في نقاشات الفريق بينه وبين من الحياة اللي يمكن ما أنا أنه
انا بجيب تجيني الصحف اليوميه، فالزول بيقراها وبيعلق لها على الاخبار هي هم قبل ما قبل ما اشوف انا العناوين. ديك بترسل لي ملخص العناوين وما بتديني الموضوعات. الشباب الاخرين ازواج البنات دي اللي هم الاخ ابراهيم مبارك الان في العمره، والاخت والبنت مروه زوج الاخ محمد ابراهيم، هو رجل اعمال يعني مقاول في المجال، والاخ متولي احمد موسى زوج منى، وهو ايضا يعمل في القطاع الخاص. وددنا لو انهم كانوا يكونوا معنا هنا، لكن الظروف وربما اعتبارات ثانيه. طيب استاذه فاطمه، تربيه وتحدياتها بالذات في بيت شيخ علي يعني والمجتمع كله بعين للاولاد، يعني هل الصداقه نقدر نقول يعني اصدقاء للاولاد اقرب، ولا دور التوجيه مرات بيقصر مسافه الصداقه؟ والله طبعا انا بحكم اساسا انا يعني من بدايه حياتي كنت في ثانوي معلمه رياضيات قبل ما اجي جامعه القران الكريم، فيمكن المعلم يتعود على التوجيه الكثير دائما، لكن مرات عنده مساوئ يعني. لكن الحمد لله يعني دوري في الاسره يعني ودور النصح والارشاد ودائما التوجيه للمثل والقيم. و يعني مثلا لما جامعة الخرطوم لما دخلوا البنات والأولاد، فالإنسان بيسمع كثير في السياسيين. طبعا ضريبة السياسة لما يكون في إنسان ضالع في أسرة في سياسة، أسرة الغريبة والبعيدة كلهم بيعانوا يعني. فبقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم هو خير البشر، يعني ما اجتمعت له القلوب وما سلم من أذى الناس، فأنتوا أسمعوا لكن بتتأثروا أصلا كله يعني ودي ضريبة العمل السياسي. عشان ده كان يعني عشان يكونوا قويين ويتخرجوا في أمان وسلام وما يتأثروا يعني بالإشاعات اللي حولهم. دي حصنتم منها كويس جدا الحمد لله، وحسبهم واعيين بعدكم بيردوا بكل تهذيب لأي شيء يعني. لكن الجو العام يعني جو النصح والإرشاد وجو المتابعة. برضه الواحد بيتعلم من الناس، لا بد الإنسان في مع الإنسان ما ممكن يكون عارف أي حاجة. برضه أنا عرفت منهم أشياء كثيرة جدا أنا ما اهتميت بيهم، برضه ممكن يعني بيوضحوها لي وتعلمت منهم. برضه الإنسان الحياة بيتعلم من الناس مهما كان حوله يعني. والله افتكر انه يعني صحيح هم بجهدهم ومعاولتهم شقوا طريقهم، لكن مؤكد ضريبة العمل العام خلتنا قصرنا في كثير من الجوانب الخاصة بهم، خاصة في الصداقة الشخصية المباشرة، فتابعت أحوالهم يعني مرحلة. ودي يمكن مناسبة العيد مناسبة للعفو والعافية، فنحن بنستعفيهم ونطلب منهم يعني العفو والصفح عما يكون قصرنا في حقهم في فترة التنشئة والتربية، لأنه احنا ذاتنا كنا مشغولين، وتجربتنا في الأبوة والتربية نفسها يعني تجربة ناشئة وقتها وحديثة. كل زول لما يكبر كده يحس بأنه لو استقبل من أمره واستدبر كان في حياة ممكن يركز عليها أكثر، في حياة ممكن يراجعها، لكن هكذا ضريبة الحياة. وعلى كل حال الواحد سعيد بأنهم في النهاية يعني بيحملوا اسمه وبيشرفوه في المجامع كلها يعني. تذكر تربية الوالدين كانوا أصدقاء شديد. أنا حقيقة على صعيد شخصي والدي كان قريب مني جدا، لأنه فقدت والدتي وأنا صغير في 10 من عمري. طبعا منذ أشهر توفيت والدتي حقيقة التي قامت بتربيتي وهي خالتي، وأنا أسأل الله لها من هذا المقام يعني المغفرة وعالي الجنان. فهي قامت على تربيتنا، حتى الناس كلهم الآن لما توفيت ظنوها هي الوالدة الحقيقية، وهي كانت بمثابة الخالة والأم والمربي يعني. لكن أنا فقدت والدتي الحقيقية وأنا صغير، ولذلك دي خلت الوالد يحاول يملأ الفراغ، على الرغم من أنه جاب لنا خالتنا زي ما بيقولوا الناس في البيئة السودانية لتكمل دور أختها، لكنه كان يشعر بهذا الفارق أو بهذا الفراغ ويحاول يملاه، ولذلك كان عطوف بينا جدا، كان قريب مننا جدا. وده ترك فينا أثر في كيفية معاملتنا لأبنائنا. طيب الأحفاد، حدثنا عن الأحفاد. والله الأحفاد أحسن الحديث أن يكون في حضوري. أنا نادي يكون في حضوري. طبعا ما شاء الله هم يعني مالين علينا
البيت حيوية يعني حينما يأتوننا. طبعا هم عايشين بعيدين مننا في المدينة، احنا في الريف في أطراف الريف، لكن لما يجوا بيشيعوا الحيوية والمرح. نحن في الفقرة دي حنشوف علي عنده لنا شنو. يلا عرفنا باسمك. أنا علي محمد. علي محمد منو؟ علي محمد إبراهيم بلة. طيب هتقول لنا شنو؟ أنا في مدرسة المنشية الصف الثالث. يلا دعنا نعرف بقية الشباب، كل زول يقول اسمه. أنا اسمي فاطمة متولي، أنا في المدرسة التركية السودانية في الصف الثاني. أنا اسمي محمد إبراهيم في الصف الثالث، مدرسة اسمها ايفوري برايفت سكول. أنا محمد متولي بقرأ في المدرسة السودانية التركية في الصف السابع. أنا اسمي همام إبراهيم، بقرأ في ايفوري برايفت سكول في الصف الثاني. أنا اسمي مصطفى متولي، بقرأ في المدرسة السودانية التركية الأولى. يا سلام، شكرا يا خلاص كتر خيرك. نحن في ختام هذه الزيارة الكريمة لأسرة الشيخ علي عثمان محمد طه، شاكرين لكم على يعني تفضلكم وكرمكم واحتفاءكم بنا. والكلمة الأخيرة للشيخ علي عثمان محمد طه. احنا نبادل لكم الشكر أيضا لهذه الزيارة والخروج بأحوال الأسرة الخاصة إلى المحيط العام. إن شاء الله ما نكون يعني تكون إطلالة خفيفة على المواطنين، نقول لهم كل عام وأنتم بخير، وعلى الأمة كلها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمة، وقد ساعد حالها إلى الأمن وإلى الاستقرار وإلى الرفعة، وأن يبدلها من بعد خوفها أمنا، ويخرجها إن شاء الله من الضيق إلى السعة لتقوم بدورها إن شاء الله في نهضة الإنسانية كلها وهدايتها إلى الطريق القويم. شكرا جزيلا للشيخ علي عثمان محمد طه، وشكرا لأسرته، شكرا للأستاذة فاطمة وكل الذين شرفونا من الأبناء والبنات، وشكرا للسادة المشاهدين. حتى الملتقى في زيارة جديدة إلى أسرة رمز من رموز هذا البلد. حتى الملتقى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للمهموم البنسوي شاري، للبت من بدري تضاير، للأولاد الدق وستاير، للأمات والدعوة الطيبة، للأبوات والطلة الهيبة. الله يديم العافية هدية